السلام عليكم. في فيديو النهارده هنجرب 3 موديلات ذكاء اصطناعي مجانيه: شات جي بي تي، كلاود اي اي، وجيميناي، ونشوف انهي واحد فيهم قادر يعمل بورتفوليو قوي ممكن فعلا نستخدمه، وانهي واحد فيهم بيقدم اداء قوي رغم ان احنا بنستخدم النسخه المجانيه. شروط التحدي بسيطه: ان احنا نستخدم نفس البرومت على الثلاث محركات ذكاء اصطناعي مع 3 محاولات للتعديل. معلومه على السريع: البورتفوليو هو حاجه مهمه جدا لاي شخص محتاج يقدم نفسه او شغله بشكل احترافي وبروفيشنال جدا. ويلا بينا نبدا الفيديو، ونبدا مع اول محرك ذكاء اصطناعي وهو شات جي بي تي. انا هنا بعت له صوره البروفايل، المفروض ان هو يحطها في البورتفوليو، وبعت له البرومت اللي هبعته لكل نماذج الذكاء الاصطناعي ويبداوا يشتغلوا على هذا الاساس. انا كنت مجهز كل حاجه مع التعديلات مع كل حاجه عشان وقت الفيديو، ونبدا نشوف مع بعض شات جي بي تي مع اول نسخه هو طلعها. كانت النسخه ديت، طبعا النسخه دي خدتها حطيتها على فيجوال ستوديو كود، وقدرت ان هي تطلع 326 سطر كود. ونبدا مع اول موقع شات جي بي تي عمله، وهو كان ده. طبعا الموقع كان فيه مشاكل كتير، منها الالوان مش احسن حاجه، منها الستايل مش احسن حاجه، بس والصوره برده مش متظبطه. بس هو كان موقع نوعا ما لو اتظبط شويه هيبقى تمام. واحنا زي ما قلنا معانا 3 تعديلات: هنا كان في هوفر على الكلام، هنا كان في برضه هوفر، تمام. هنا الموضوع تمام شويه، كان بيحصل جليتش بس ان هم بينزلوا والصوره مش متظبطه والكلام ده، بس كانيميشن تمام. وكان في بارات فيها سكيلز والكلام دوت، وبروجكت وماي جيرني وكونتاكت مي. طبيعي نلاقي معظم الحاجات ديت في كل البورتفوليو اللي نماذج الذكاء الاصطناعي هتعملها. فده كان اول نسخه شات جي بي تي عملها. فانا بعديها قلت له عايزك تظبط الصوره وتظبط الالوان وتظبط الكود على قد ما تقدر، فبعته لي تاني، وبرده خدته على الفيجوال ستوديو وبدات ان انا اشغله تاني. تاني كود هو بعته كان 326 برضه. تاني كود هو ظبط الصوره نوعا ما. الصوره ممكن مثلا عشان هي الصوره حجمها صغير انا قاصصها، فممكن هو كان المفروض يظبط الفريم على مقاس الصوره. نفس الكلام الهوفر برضو، بس هنا هو عمل حاجه احلى الصراحه، قدر ان هو يظبط يعمل جلو بقى او يظبط الالوان، خلى الالوان احسن شويه، الفريم احسن شويه. لو جينا نقارن الواجهه هنا مع هنا، فطبيعي هنا احسن بكتير من حيث الالوان، من حيث الجلو، الفايب عامه هنا احسن بكتير. ونزلنا هنا ضاف نسب، تمام. هو صغر الاباوت مي شويه، ما اعرفش ليه، ما عندنيش نفس الاباوت مي بالظبط، تمام. بس ظبط الكلام شويه من حيث الالوان، من حيث الهوفر برضو بقى لطيف، الانيميشن بقى حلو. وزود هنا النسب، البرسنتج بتاعت كل بار، نفس ماي جيرني او قللها برضو شويه. وبعديها كونتاكت دي كانت اخر حاجه خالص، بس الالوان احسن والموقع احلى. بعديها انا رحت له علشان يبدا ان هو يظبط حاجه كمان، قلت له يضيف بقى ايقونات ويظبط الكلام تاني على قد ما يقدر، ان دي اخر محاوله معاه. هنروح لشات جي بي تي 3 واللي هو كان 310. فانا استغربت ان هو السطر هنا المفروض ان ده اخر نسخه، ورغم كده هو اقل واحد في عدد السطور. بس لما نروح هو حرفيا الموقع بقى الطف بكتير قوي من المواقع الباقيه. انيميشن بتتحرك تمام، الشكل الطف بكتير. صغر برضو الاباوت مي، تمام، فده كان سبب ان الحاجات تقل. هنا البارات، هنا كان في 5 بارات، 5 سكيل، 6 كمان، 7 سكيلز. انما هنا هم 3 سكيلز، تمام. فهو زي ما يقول لي وراني كل اللي يقدر يعمله، بس هو اختصر بقى في الكلام شويه. برضو هنا الانيميشن بتاعت البروجكت شال بقى اصلا ماي جيرني، شال دي خالص، تمام. بس انا مش هينفع اعدل تاني، مع ان انا بعت له في التعديلات قلت له بعت لي نفس النسخه بالظبط مع اضافات. فوالله ده الشكل النهائي لشات جي بي تي. نقفل بقى الشكلين ده وده، نخلي الشكل النهائي عشان المقارنه النهائيه. بعديها رحت لكلاود اي اي وقلت له اديته نفس الصوره مع نفس البرومت، بس كلاود اي اي قعد فوق ال 16 دقيقه بيعمل الكود، بس بعد ما جيت اعدل تاني رفض ان اعدل تاني. فكلاود اي اي هو ما ادانيش غير فرصه واحده بس، مفيش اي تعديلات، هو اداني موقع واحد عباره عن 1193 سطر كود، اي حوالي 3 اضعاف شات جي بي تي. ولما نروح بقى نشوف الموقع، فهو حرفيا موقع جامد قوي. هي مشاكله الوحيده كانت الفونت دوت، هو كان المفروض يظبط الفونت شويه، وانا كنت هنا هخليه يضيف انيميشن زي اللي هنا، انيميشن زي ده. بس طبعا بما ان مفيش تعديلات فهي خلاص راحت عليه. بس عامه الهوفر حلو، تمام، التقسيمات اكتر وافضل، والانيميشن هنا احسن بكتير. هنا الصوره طبعا مش متظبطه، يعني ما كانش في ايدي تعديلات ان انا اظبطها، فخلاص هي اتحسبت عليه ان هي تفضل كده. هنا الفونت بس كان محتاج يتظبط، والفونت ده كمان محتاج يتظبط، وغير كده الموقع ما فيهوش غلطه حرفيا. هنا الجلو بتاعه والهوفر هي نفس الكلام. جزء الاباوت مي بقى برضه تقيل قوي من حيث الانيميشن، من حيث الهوفر. انا مش قاعد في الجيزه، انا قاعد في القاهره، بس هو عملها الجيزه. ولما ننزل للسكيلز حرفيا هو عامل شغل جامد قوي، من حيث بقى السوفت سكيلز، مديني السوفت سكيلز كلها، تمام. ومن حيث التكنيكال سكيلز نفس الكلام، بارات مع البرسنتج
والتولز، يديني حاجات جامده قوي يعني، مش كاتب ده كله بس هو من عنده. ولما ينزل بقى للبروجكتس فهو مديني برضو كميه بروجكتس جميله. برضو هو الفونت فيه مشكله، بس هو مديني كميه بروجكت جميله، وشكل الموقع نفسه جميل قوي حرفيا بجد يعني. عامل حاجه حلوه قوي. تقريبا كان فيها انيميشن، نعمل ريستارت وننزل نوريكم بسرعه كده الانيميشن. انيميشن في كل حاجه عامه، انيميشن في كل حاجه. وماي جيرني بتنزل معانا اهو انيميشن. تمام. شكل الموقع جامد قوي. جيت ان تاتش مديني حاجات يعني بجد. موقع بجد لو ظبط حته الفونت ديت وحته الصوره مع شويه تعديلات وانيميشن مثلا زي اللي في الخلفيه هنا، ولا اجدعها مبرمج يقدر يعمله في المده دي. حرفيا هو ربع ساعه بس طلع لي في الربع ساعه موقع جميل 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 من غير اي خبره في البرمجه. تمام. مجرد بس ربطت الصوره علشان اقدر ان انا احط الصوره في المكان ده. طبعا مش متظبطه عشان هو قافل عليها التعديلات، بس خلاص اتحسبت عليه. فده الشكل النهائي بتاع موقع كلاود اي اي. تمام. لما رحنا لجيميناي، فجيميناي برضه عمل موقع تقيل. بمجرد ما بعت له صوره البورتفوليو وبعت له البرومبت، بعت لي الكود وبسرعه، اسرع من شات جي بي تي واسرع من كلاود. فانا قلت بس ده كده خلاص، بعت لي حاجه اي كلام. اتفاجئت والله ان هو ما بعتليش حاجه اي كلام. هو بعت لي حرفيا حوالي 758 سطر كود، اللي هو برضه اعلى من شات جي بي تي. وبعت لي موقع تقيل قوي برضه. الصوره مش متظبطه. انا ممكن بس اعمل ريفرش علشان لو في انيميشن يظهر. الصوره مش متظبطه، صغيره. بس هنا الشكل بجد جميل. عامل لي هوفر هنا. تمام. هنا الكلام ده شكله حلو قوي. الاسم، الشكل اللي شيك قوي مع الحاجات اللي في الخلفيه دي. اباوت مي، بريف والكليه بتاعتي. ماي سكيلز مع انيميشن جميل برضه. بروجكتس مديني برضه بروجكتس. ماي جيرني، ودي احلى ماي جيرني عامه. وفي الاخر جيت ان تاتش. تمام. فانا قلت له برضو يعدل حاجات، يبعت لي النسخه الثانيه من الكود. حطيتها في فيجوال ستوديو كود، وطلعت ان هي اكتر بحوالي 200 سطر كود عن اول نسخه. تمام. فدي النسخه الثانيه، واللي هو الصوره برضو ما اتظبطتش. ومهما حاولت فيها برضو وحاولت ان هو يظبطها ما اتظبطتش. تمام. بس هنا ضاف لي انيميشن وايكونز زي اللي كانت موجوده في شات جي بي تي، اللي هي دي. بس طبعا دي احلى. تمام. في حاجات فيها ثابته وفي حاجات فيها متحركه. تمام. والشكل العام اجمل مع الخط اللي اتضاف دوت، والجلو الجميل بامانه. والشكل العام احلى بكتير، معلومات اكتر. ظبط بقى حته هوفر هنا، دي ما كانتش موجوده هنا. ما كانش فيه الهوفر دوت. ظبط بقى حته الهوفر دي، شكلها جامد قوي. البروجكت بقى عليها هوفر برضو. وماي جيرني نفس الكلام بتنزل برضو. ممكن نعمل ريفرش ونشوف الانيميشن بتاع الموقع وهو بيفتح. نطلع فوق ونشوف انيميشن الموقع وهو بيفتح. بيبدأ كل حاجة تنزل معانا. جميلة قوي برضو، الموقع جميل قوي. تمام. وطلبت منه يعمل آخر تعديل. رد عليا بالكود الثالث، واللي هو كان 913، أي تقريبا أقل من الكود الثاني ب5 سطور. ونشوف آخر نسخة لجيميناي. نعمل ريفرش بس. ادي اخر نسخه لجيميناي. عمل هنا بقى في هوفر لما بتقف هنا، بقى الموضوع ايه، في جلو شويه. تمام. وهي نفس الكلام، الجلو والخط اللي متشد تحت. هنا بقى في جلو برضو في الكلام اللي بيتكتب. هنا الهوفر بقى احلى بكتير. الفونت جميل بتاعه الصراحه. الاباوت مي بقت احلى من حيث الالوان الصراحه، وخلى الالوان شارب اكتر. تمام. بس هنا بقى في حاجه جامده، ان الانيميشن لما بتقف على طرف من الطروف بتاع تتحرك معاك بشكل شيك قوي بامانه يعني. فوالله دي كلها حاجات بالنسبه للمبرمج حاجات عاديه، بس انا بتكلم ان الاي اي بيعمل حاجات جامده قوي وبوقت ده مجاني، وعامل موقع بالحلاوه دي. تمام. وفي حاجه كمان لاحظتها اهو، انت لما بتتحرك بالماوس الحاجات اللي في الخلفيه في الباك جراوند ديت بتشبك فيك، زي اكنها انيميشن برضو، بس الماوس هو اللي بيتحكم فيها. عندك تكنيكال سكيلز برضو جميله، بس هو هنا شايل الحته اللي كان عاملها هنا، الهوفر ده. شايل الهوفر ده. لو عارف، لو خدنا مثلا حاجات من كلاود على حاجات من لا شات جي بي تي مفيش حاجات داخل منه. خدنا حاجات من كلاود وخدنا حاجات من النسخه الثانيه بتاعت جيميناي، وظبطنا هنا هنطلع حاجه حرفيا بروفيشنال بروفيشنال. حاجه خلاص بقى، ده الحاجه الاخيره فعلا بقى. نفس الكلام هنا في الانيميشن بتاع الكارد اللي هو عامل فيها سوفت سكيلز. البروجكتس برضو جميله، والهوفر بتاعها احلى. ماي جيرني بقى ديت حلوه قوي برضو. هو عامه ماي جيرني بتاعت جيميناي جميله ما فيهاش كلام. وكونتاكت مي. نقفل بقى دول. احنا ممكن نخلي بس دي. تمام. عشان نبدا بقى المقارنه بتاعتنا اللي هي انتوا هتبقوا الحكم فيها في التعليقات. هبدا دلوقتي اعرض لكم كل بورتفوليو موقع عمله. تمام. وانتوا في التعليقات تردوا عليا بأني بورتفوليو هو احلى، واني واحد انت فعلا ممكن تستخدمه، واللي انبهرت انه قدر يطلع بورتفوليو بالشكل ده.
وفي النهايه اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وتقول لي في الكومنتات انهي واحد فيهم كسب، ولو عاوز نعمل نفس التحدي تاني على 3 محركات بحث تانيين زي كروك، زي كيمي، زي حاجات كتير مجهوله، قول لي في التعليقات، وان شاء الله يكون في جزء تاني.